النهاردة هحضر معاكم كيكة الزبادي بطريقة مختلفة شوية. مكوناتها كلها سهلة وبسيطة، كيكة هشة وناعمة ولونها فاتح. جربوها على طريقتي، متأكدة إنها تعجبكم. أول خطوة، عندي هنا كوباية زيت على سمنة، يعني ضيفوا في الكوباية معلقة سمنة كبيرة وكملوا باقي الكوباية زيت. ولو مش عايزين تضيفوا السمنة مش مشكلة، هيبقى كوباية زيت كاملة. ونضيف عليها الزبادي، دي أكتر من 3/4 كوباية زبادي، هما بالوزن 200 جرام، فانتوا اظبطوها حسب وزن العبوة عندكم. العبوة دي كانت 180 جرام، أنا زودت عليها معلقة كبيرة كمان. نضيفهم كده على بعض وندخلهم الميكروويف أو نضيفهم في وok على نار هادية لحد ما يسخنوا. أنا عايزاهم يكونوا سخنين، يعني يا دوب تتحملوا درجة سخونتهم على إيديكم، ما يوصلوش للغليان ولا يكونوا دافين زي الشاي السخن واحنا بنشربه. أنا هدخلهم الميكروويف وعلى ما يسخنوا عندي هنا في البولة 4 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة. كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. ونضيف عليهم 1.25 كوباية من السكر العادي ومعلقة صغيرة من الفانيلا، ونخلطهم مع بعض على سرعة عالية لحد ما يكونوا كريمي كده ولونهم فاتح. ممكن تستعملوا الخلاط عادي. ده خليط الزيت والزبادي بعد ما سخنوا. نقلبهم مع بعض يختلطوا بس شوية ونضيفهم بالتدريج واحنا بنخفق. ونضيف عليهم معلقة صغيرة من بشر الليمون ومعلقة صغيرة من عصير الليمون. أكتر ريحة مناسبة لكيكة الزبادي الليمون. هنخلطهم 10 ثواني كمان وبس. بعدها هنحتاج لكوبايتين من الدقيق، يكون مخصص للكيك أو متعدد الاستخدامات، ومعلقة ونص كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح، ومعلقتين كبار نشا. وننخلهم في البولة على الخليط على مرتين، ونقلب بوسك يدوي في اتجاه واحد لحد ما الدقيق كله يختفي. وتأكدوا في النهاية إن مفيش دقيق في البولة تحت ما اتخلطش. خليط كيكة الزبادي بيكون تقيل شوية. بعدها نكون محضرين صينية مدهونة زبدة أو سمنة ونبطنها برشة دقيق، واستبعدوا الدقيق الزيادة منها. الصينية دي مقاسها 22 في 34. ننزل خليط الكيك في الصينية وبستيك نعمل كده دواير علشان الكيكة يكون سطحها متساوي، وندخلها فرن ساخن الرف الأوسط على درجة 170 لمدة 3/4 ساعة، وآخر دقيقة ممكن نشغل الشواية. هتطلع في النهاية الكيكة الحلوة دي. شايفين الارتفاع واللون الفاتح والنعومة؟ أما ريحتها فكانت حلوة جدا، مش ناقصها غير فنجان شاي سخن. وبألف هنا مقدما لكل اللي هيجربها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تضغطوا على لايك، ولو حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد اضغطوا على سبسكرايب وعلى الجرس واختاروا قول أو كل.